انا ابغاك تذكره بشعرة ياسر. يا حبيبي هو مفتكر اكيد، ما نسي شعرة ياسر. والفريتي عرضية القحطاني. القطنة مشجع هلالي ومشجع اتحادي، فرصة حلوة نسألهم ونخليهم يتضاربون شوي. تبغى انت يعني بالضبط، انت تبغى تدور مشكلة معاه؟ يا هلا ومرحبا. الله يحييك يا مرحبا. شلونكم طيبين؟ اهلا وسهلا فيك. مباراة الهلال والاتحاد يوم السبت ان شاء الله. المشجع الاتحادي توقعاتك؟ والله شوف، على اللي قاعد نشوفه في الملعب، الهلال صراحة فنيا أقوى. ابغاك ترد عليه. الهلال صراحة شوف أنا أقول لك كهجوم، لكن الاتحاد الآن مستواه تعرف أحيانا في مباراة تتوقع إنه يفوز يصدم تعادل أو هزيمة لكن تتكلم فنيا وعلى الورق لا الهلال أقوى صراحة. لكن أنا أمنياتي كاتحادي وخاصة المباراة ذي يعني تعرف الآن فارق 4 نقاط، لو فزنا فيها حيكون 7 نقاط ولسه فيه يعني، لكن اتكلم عن المباراه ذي الكلاسيكو. الهلال تعرف رتم يعني نازل، وتعرف مباراه الكلاسيكو راح يطلع اشياء يمكن ما تتوقعها، يمكن انا اتوقعي حاله طرد او مثلا سيناريو ما متوقع، هذا توقع المباراه. لكن امنياتي لا والله اتمنى الاتحاد يفوز 1-0. اهم شيء الصداره. هذه امنيه ولا توقع؟ لا توقعي صراحه انا تعادل. توقعك تعادل؟ اي تعادل صراحه على المستوى الفني قاعد نشوفه. اوكي دفاعيا يعني هجوميا الاتحاد قوي والهلال بعد نفس الشيء، لكن الهلال مشكلته حراسه والدفاع بعد نفس الشيء، لكن الاتحاد ممكن جودته افضل، لكن الوسط لا الهلال افضل.